7 جرحى بينهم امرأة في مدينة الحديدة أصيبوا بجراح لدى اعتداء مسلح الحوثي على مسيرة سلمية دعا لها الحراك التهامي وشباب الثورة 11 من فبراير. من تهامة الأبية نقول لهذه الميليشيات المحتلة لليمن ولإقليم تهامة إن بقاءكم لن يطول، وإن أحرار هذه الأرض يرفضون وجودكم فيها. نقول لهم ارجعوا إلى كهوفكم إلى جبال مران من هجوم ميليشيات الحوثي. يسقط محمد بلغيث وأحمد مقبول ورفاقهم جرحى بسلاح حوثيين حاولوا اختطاف عدد من الناشطين بقوة السلاح. خرجنا اليوم لنؤكد رفضنا وتنديدنا بالانقلاب على الشرعية المتبقية في الدولة، ولنؤكد وقوفنا إلى جانب كل الأحرار في هذا الوطن. على سقفه ولا للاستبداد. لكن المسيرة السلمية الحاشدة استعصت على الانكسار، هتفت للوطن، أدانت الانقلاب واغتصاب السلطة بالقوة، واعتبرت تواجد الحوثيين في تهامة احتلالا. هذه الأحداث كانت مساء أمس السبت، ليمضي شباب الثورة صبيحة اليوم الأحد في إصرارهم الرافض للفوضى والاحتراب. وقفات احتجاجية تطالب بخروج مسلح الحوثي من محافظتهم المسالمة. يؤكد أبناء تهامة بأنهم ماضون في رفضهم للانقلاب والفوضى والاحتراب، يتعهدون لأجدادهم الذين قضوا في ثورة الزرانيق بأنهم ماضون حتى رحيل ميليشيات الحوثي من محافظتهم المسالمة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مدينة الحديدة.